يا هارون الملك وينو مقامك، لو رشيد انت فلا تسجن امامك، اي لو رشيد انت فلا تسجن امامك. ببالغ الحزن والأسى ثلم الإسلام ثلمة، باستشهاد الشيخ نمر باقر النمر قدس الله سره، حيث قامت قافلة النصر والسلام بجميع فروعها بتشييع رمزي للشيخ نمر باقر النمر في شوارع بغداد، حيث كانت الأحزان تتلافى على من شاهد التشييع وعلى من سار في التشييع، والدموع تخشى السقوط وحائرة، هل تسقط حزينا بفراقها لشيخها النمر، أم تسقط سعيدا بسقوط شيخها شهيدا سالكا طريق سيد الشهداء عليه السلام. سارت بجنازته الرمزية فرسان قافلة النصر والسلام في شوارع بغداد، حامليها على أكتافهم ويهتفون لا إله إلا الله، النمر شهيد الله. آل سعود كلا كلا آل سعود، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. النمر شهيد الله، رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله. النمر شهيد الله، النمر شهيد الله. كلا كلا آل سعود، كلا كلا آل سعود، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. محمد رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله. النمر شهيد الله، النمر شهيد الله. حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله أكبر.
أكبر. لا إله إلا الله. تحية. أستغفرك اللهم ربي، أستغفرك اللهم ربي. إمامة الجماعة بإمامة سماحة السيد حسن أبو الغيث. صاب الصفوف الحمد ويبيكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن وجاءت كلمة قوية ومؤثرة في عقول من يستمع لها من سماحة السيد حسن أبو الغيث الذي احتل المنبر الحسيني، وردت كلمات التي أثرت على جميع الحاضرين السامعين له. عظم الله أجورنا وأجوركم بهذا المصاب الجلل، وهو فقدان أحد علماء الشيعة من السعودية من الحجاز، وهو الشيخ نمر باقر النمر رحمه الله. ونرفع التعازي إلى صاحب العصر والزمان أرواحنا وأرواح العالمين لمقدمها الفداء، ونعزي العالم الإسلامي على نحو العموم والعالم الشيعي على نحو الخصوص، ومراجعنا العظام، ونعزي الأحرار بشهادة الشيخ الشهيد نمر باقر النمر بالصلاة على محمد وآل محمد. محمد ما هذه وتلك إلا امتدادا لثورة كربلاء، لثورة ذلك الشهيد الحسين وأصحابه الذي قد ملأ الخافقين بدمائه، وأصبحت تلك الدماء انتصارا على السيف. صبرا يا آل سعود، سوف تنتصر تلك الدماء على سيوفكم. تركت حرارة في قلوبنا، حرارة ضد الظلم، حرارة ضد الطغيان. وما بالبارحة الشهيد الشيخ الذي قد التحق بجوارك وجوار ربك، وما كان إلا امتدادا لدمائك وأصحابك وأنصارك، وما جرى معك في يوم كربلاء، لأنه شعلة كربلاء، مدرسة كربلاء أصبحت شعلة من نار تحرق جفون ظالم هنا وطاغوت هناك، حتى كان كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء.